مادي جبالي رئيس الحكومة المؤقتة صباح اليوم بمدينة القصرين أعلن عن انطلاق برنامج الاستشارة الوطنية الموسعة حول الأوضاع التنموية بالجهات مع كافة القوى الفاعلة للبلاد من أحزاب سياسية وممثلين عن المجتمع المدني. جبالي تحدث أيضا عن الاستثمارات وقال إن تحققها مرتبط بضرورة وجود مناخ جيد للاستثمار في تونس. خلال جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية القصرين، أفاد رئيس الحكومة المؤقتة أن الوقت قد حان لتدارك التفاوت بين الجهات، مشيرا إلى ضرورة أن تنعم المناطق المحرومة بثمرات التنمية العادلة. وبين السيد حمادي جبالي أن الاستشارة الوطنية الموسعة حول الأوضاع التنموية في الجهات التي ستشارك فيها الجهات ومختلف مكونات المجتمع المدني ستتواصل إلى أواخر شهر جانفي الجاري، على أن تفرز على أقصى تقدير في منتصف شهر مارس 12 و2000 برنامجا للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. كما استعرض جملة من المشاريع بجهة القصرين على غرار بناء منشآت صناعية على مساحة 6000 متر مربع وتوسعة المنطقة الصناعية بالجهة لتبلغ 20 هكتارا، وتسوية المسائل العقارية العالقة من أجل إحداث منطقتين صناعيتين بكل من سبيتلا وتالا، وإنجاز المركب التكنولوجي والصناعي بالقصرين الذي من المنتظر أن يوفر 5000 موطن شغل. كما أوضح رئيس الحكومة المؤقتة أن المشاريع المقبلة تتضمن أيضا دعم شبكة الطرقات في الجهة والمسالك الفلاحية، وإنشاء مبيت جامعي بطاقة استيعاب تبلغ 240 سريرا، وبناء قسم استعجالي جديد ومستشفى جهوي بالقصرين وتعزيزه بالكفاءات الطبية المختصة. وبخصوص نوايا الاستثمار، تحدث السيد حمادي جبالي عن وجود 68 مشروعا جاهزا للانطلاق في جهة القصرين ستمكن من توفير 2060 موطن شغل، قائلا إن تحققها مرتبط بضرورة وجود مناخ جيد للاستثمار الذي يبقى بدوره رهين استتباب الأمن.